هو احنا لازم نفهم يا جماعه، هو الموضوع عندكم سهل؟ يعني الموضوع ان انا اطلع بقى فيها واتكلم واعمل واسوي والمتحدث الرسمي يقول لك لن يتم لعب اي مباراه في الدور الثاني لنادي الزمالك ومش عارف ايه الا بعد تنفيذ مطالبه؟ ايه يا عم ده كله؟ ايه ده كله؟ وفي الاخر لعبت عادي وتنزل المرة دي كالعادة، تنزل المرة دي. اختلفت رؤوس الأندية ويبقى المبدأ واحد، بيان رسمي من إدارة نادي الزمالك باستكمال مباريات الدوري عادي. طب انت عملت كده ليه؟ ما تفهمش. طب انت ما لعبتش ماتش الأهلي ليه؟ ما تفهمش. وفي تصريح تاني من المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بصراحة مستفز جدا، وايضا في جملة في قمة الغرابة في قلب البيان، حاجة كده تثبت ان اللي كاتب البيان ما تفهمش. ايه هو تصريح المتحدث الرسمي وهي الجمله المستفزه في البيان اللي اصدره نادي الزمالك منذ قليل؟ دول هقولهم لك يا عزيزي، بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه. ويلا بينا نخش في التفاصيل. خرج المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بعد اصدار البيان يقول لك احنا حققنا مطالبنا واحنا عاملين زي السادات. بعد ما عمل معاهدة الصلح اتهاجم. ايه ده؟ انا مش فاهم. اولا الجزئية الاولى بتاعت احنا نفذنا مطالبنا دي او احنا خدنا مطالبنا دي، خدتها ازاي؟ انا مش فاهم. فين المطالب اللي اتحققت؟ فين المطالب اللي انت طالبها اتحققت؟ 4 نقاط لم يتحقق منهم اي شيء. انت كسبت ايه؟ 0. ما كسبتش حاجه. طب مين اللي كسب؟ الاهلي كسب 3 نقط وراحه وحاجات حلوه كتير، وانت ما كسبتش ولا حاجه، لان المباريات اللي انت معترض عليها نزلت. اوعى تقول لي انها نزلت يبقى انت كده كسبت. انت كنت عايزها تنزل يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما كده كده رحالك وكده كده انت عارف المواعيد دي، وهي نفس المباريات ما تغيرش منها حاجه، فما تحاولش تضحك علينا مثلا. اما بقى حته اصل احنا عاملين زي السادات وعملنا معاهده السلام، فدي كلمه كبيره قوي. اولا انت مش السادات، ثانيا اللي انت بتخاطبهم الا وهي رابطه الانديه، دول مش اعداء ومش يهود لا مؤاخذه يعني، واحنا مش في حرب. احنا مش في حرب عشان تعمل معاهده والكلام وتصريح بصراحه ما ينفعش يطلع تماما من متحدث رسمي باسم نادي الزمالك. اما بقى الجمله المستفزه الا وهي لا عزاء لسماسرة المبادئ. سماسرة المبادئ، تيجي كده تبص للكلمه اللي اتقالت في اخر سطر من البيان. طب مين هم سماسرة المبادئ؟ نرجع شويه لورا كده للمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لما طلع على قناه الشمس في برنامجه التوك شو، اللي هو المفروض بيهاجم اي حد بتاع توك شو بيطلع يتكلم في الرياضه، بس ما علينا، هو واخد الموضوع ده وواخد البرنامج لصالح الزمالك بس ما علينا. طلع وقال لك ان الزمالك مش هيلعب تماما اي مباراه في الدور الثاني الا لما تنفذ مطالبه والكلام ده كله. وايضا والموضوع يا جماعه مش موضوع انسحاب من قدام الاهلي ولا الماتش الاهلي وخلاص، وذكر نفس الكلام مع ابراهيم فايق. ولما سالوا ابراهيم فايق قالوا طب لما الموضوع مش الاهلي وماتش الاهلي وخلاص، امال الموضوع ايه؟ قال له دي مبادئ وكرامه الزمالك. وهنا لما تيجي تبص على المبادئ والكرامه وسماسره المبادئ، اجي اقول بصراحه كده ان سماسره المبادئ الكلام ده تقريبا ينطبق على مجلس اداره الزمالك. ليه؟ لان انت طلعت قلت ان دي مبادئ وكرامه الزمالك الا وهي عدم لعب المباراه، مش الموضوع اهلي. طيب بعدها ليه اتنازلت عن كرامه الزمالك واتنازلت عن مبادئ الزمالك اللي انت قلت عليها، بالرغم من انك طالع 0 في الموضوع ده؟ مفيش اي مطلب تحقق تماما. هتيجي تقول لي اصل رئيس لجنه الحكام هيمشوه، كده كده هو مش ماضي غير سنه واحده واخره السنه دي وخلاص، فمش هيتجدد له، فمش هيمشوه، هو عقده انتهى. وفي فرق. هتيجي تقول لي اصل عامر حسين مش عارف، عامر حسين مكمل زي ما هو. هتيجي تقول لي اصل المباريات اللي انا معترض عليها هتغير، مفيش حاجه اتغيرت وكل حاجه نزلت. هتيجي تقول لي اصل التحكيم والحكام هيتحققوا معاه، مفيش حاجه متحقق معاه. فاذا مفيش اي مطلب من مطالبك اتحققت. انت ليه طالع بتقول ان مطالب اتحققت؟ فانت بالتالي بكده وبكلمه سماسرة المبادئ انت كده تنازلت عن حق وتنازلت عن كرامة ومبادئ الزمالك باستكمالك للمباريات واستكمالك للدوري وكأن لم يحدث شيء. فسماسرة المبادئ دي تنطبق على حضرتك. اما بقى الجزئية اللي برضو بيتكلم عليها المتحدث الرسمي ويقول لك ان احنا ما بنمشيش وراء آراء الجمهور. لا، انت بتمشي وراء آراء الجمهور، والجمهور فعلا
وبعض من الناس اللي بتطلع وبتتكلم زقوك للحته دي، ومنهم زملكاويه واعلام زملكاوي زقوك للنقطه دي لحد ما بقيت في وش المدفع مش عارف تعمل ايه ولا تتصرف ازاي، عشان في الاخر ترجع في قرارك ويبقى شكلك بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. فبعد اذنكم ما تاخدوش قرارات عنتريه في الاخر هتكلفكم كتير ومنظركم بقى وحش قوي قوي قوي. في نهايه الفيديو يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش تابعنا ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.